اصعب حال في البيزنس لما تكون شايف ان البيزنس ده يمثلك. يعني لو البيزنس ده ما نجحش يبقى انا فشلت، لو البيزنس ده متعطل يبقى انا اللي عطلان، لو البيزنس ده اتهاجم يبقى انا عندي مشكله. فناس كتير شايفه ان البيزنس يمثله فقط، ودايما بيتاثر بحال البيزنس سواء هو ناجح فيه او مش ناجح. يعني انا فاكر مره ان احنا كنا قاعدين في ميتنج خاص بالشركه، فمدير المبيعات قاعد بيقول ان احنا في الاوبريشن عندنا بنعمل 1 و2 و3 و4. فانا سالته انا بقالي فتره طويله قوي معاكم ومش شايف ان انتوا اصلا بتشتغلوا على التارجت ولا شايفين التارجت. فابتدى يهاجم ويقول ازاي وما تقولش كده، احنا شركه كبيره، احنا بقالنا سنين، احنا. طيب ما فيش اي مشكله من كل ده، قول لي فين التارجت؟ ما فيش تارجت. ولما ابتدوا يقولوا ارقام، لا ده بالضريبه، لا ده من غير الضريبه. ففي الاخر هو اخد الشغل والبزنس ان هو فقط يمثله، فاي هجوم هو هجوم على شخصه. فهي دي ببساطه الشخصنه في البزنس. الشخصنه في البزنس ما تنميش اي بزنس وتسبب مشكله كبيره قوي، وبقى البزنس مرتبط بحياه الشخص ده. لكن في الحقيقه البزنس مش معمول علشان نعيش حال متعب طول الوقت. البزنس معمول علشان انت تعمل بروتوتايب وبايلوت تنجح بيه وتقدر ان انت تنفذه وتقدر ان انت تكبره، وبعد كده تعمل له ديليجيشن او تكسره ان كذا حد يديره وكذا حد يشتغله، وانت مجرد ان انت مايسترو فيه وبتتابع وبتنجح وبتقدر ان انت تكبر وتعمل بزنس تاني وتالت ورابع. لكن لو انت واقف ان البزنس ده يمثلك، فانت نمو البزنس ده هو ببساطة عمرك اللي انت قضيته فيه.